طبعا، ما انتوا شغلكوا بيكسب فلوس كتير. فعلا شغل التصدير والاستيراد بيكسب فلوس كتير، بس تعرف ايه اكتر حاجة كسبناها اهم من الفلوس؟ الخبرة ومعرفة الناس. مش بيقولوا معرفة الناس كنوز؟ تخيل بقى انك تقرا وشوش الناس وتعرف طبايعهم ونفوسهم واللي مستخبي فيها. كنوز فعلا. انا بسأل نفسي دايما سؤال، انت ليه انت واللي زيك اخترتوا الطريق ده؟ ليه ما تعيشوش وسط الناس بعيد عن الخطر؟ مش كل الناس شبه بعض يا طارق بيه، في ناس وناس، وربك خلق الكون ده على قانون أساسي: الصراع. حاجات بتعيش على حاجات. الناس اللي انت بتحكي عنهم دول لو ما كانوش موجودين ما كنتش هتقعد على مكتبك. يعني وجود سعادتك مرتبط بوجودهم، عشان كده يا ريت ما تستقلش بيهم، بالعكس ده انت لازم تحترمهم. ما استقلش بيهم انما احترمهم بالتأكيد لا. وليه لا؟ هم بيعملوا اللي بيفهموا فيه وانت كمان بتعمل اللي بتفهم فيه. هم ما يقدروش يعيشوا زيك وانت كمان ما تقدرش تعيش زيهم. هما اللي حواليك ملهمش تمن عندك؟ اكيد بتحب ابنك ومراتك يا طارق بيه، مش كده؟ اكيد. طب ما سألتش نفسك ليه هي اختارت انها تربط حياتها بيك برغم انها عارفة ومتأكدة انه في اي لحظة ممكن الباب يخبط تفتح تلاقي خبر موتك مستنيها؟ انا برضو اللي معايا كده اختاروا انهم يربطوا حياتهم بيا وانا ما كدبتش عليهم. ايوه بس انا لما اموت اهلي هيفتخروا بيا، انما انت لما تموت هيستخبوا معارك. لا، انا برضو لما اموت اهلي هيفتخروا بيا، وانا ما اعتقدش ان اهل سعادتك بيحبوك اكتر ما اهلي بيحبوني. انت عايز ايه يا سليم؟ رغم ان انت ما ردتش الهدية اللي فاتت، بس انا برضو جايب لك هدية تانية. بمناسبة ايه؟ بمناسبة انك بتدور على حاجة وعمرك ما هتقدر توصل لها، وانا عشان بعزك قررت اني اوصلها لك بنفسي. ديليفري يعني؟ ديليفري من مطروح. تمام يا شيخ. طب روح ساعد الرجال، خليهم يجيبوا غنمة يذبحوها ويعطوها للحريم يسووها. أمرك يا شيخ. عواد، ما ودي أي غلطة، ودي الضيوف يحبوا المكان ويعودوا مرة تانية. ما صدقنا السياحة عودت مرة تانية. السياحة لو انضربت يا عواد احنا اللي بننضر. خلينا نشوف أكل عيشنا. ما تشغل بالك يا شيخ. يلا قهلة. نعم يا اخوي. وين سلام وعساف؟ سلام بيجمع الاغراض مع الرجال بالبر، وعساف لسه نايم على فرشته. ابعتي له حد يفوقه ويقول له إن أنا اللي بعت له. الشغل كتير والضيوف عوصول. همي حاضر. هي نظرة وقت رجليه، هي نظرة وقت رجليه، وعروسته عرفت تلاغيه.
الاسطوات اللي بعتهم الحاج ذكري ما شاء الله عليهم. جددوا كل حاجه في ثواني، ربنا مسهلها لك يا حازم بيه. الحمد لله. ولولا عم طنطاوي برضه ما كناش انجزنا كده. العفو يا استاذ حازم، ده شغلنا. وبعدين الحاج ذكري موصيني. لا مش عم طنطاوي لوحده، والباشمهندسه شمس، لولاها ما كانش المصنع اتركب بالسرعه دي. ولعلمك عدوه الكراكيب الاولى، اي مكان قديم بتفوره وتجدد مكانه. اوعى تكون دخلت الاوضه القديمه. لا يطمن، اوضتك القديمه زي ما هي وكراكبها. المهم دلوقتي ان مسؤولين الماركتنج يجيبوا لك العقود عشان تبدا في التصنيع. ولا ناوي تركن؟ لا اركن ايه؟ انا عملت الصعب. طب استاذن انا يا جماعه، في مكانتين مش شغالين، هروح اقف مع الاسطوات. اتفضل يا عم طنطاوي. انا هعمل جرد لكل الشركات القديمه بتاعتنا، وهتصل بالتجار اللي بيوردوا لنا الخامات اللي كانوا بيتعاملوا مع الحاج زين العطار، واكيد هنلاقي ناس منهم يرضوا يتعاملوا معانا. ان شاء الله. مية عن مية. إذنكم. اتفضل. انا عملت تصميمات وكتبت. هو حاجه جميله جدا، بس انا ما بعرفش اتفرج على حاجات وانا معدتي فاضيه. وبعدين ما باكلش لوحدي يعني. تتغدي؟ مش هينفع نتغدى مع بعض، بس بصراحه بقى محرج عليا. ايه؟ ايه يا عم انت مالك؟ بهزر معاك. اصل عماد اخويا النهارده اجازه، يوم رجوع اجازه ده بيبقى يوم عيد عندنا. ام محمود جارتنا بتعمل له ملذه وطاب. ملذة وطب؟ هو خاطب بنتها ولا ايه؟ لا هفهمك. ام محمود دي جارتنا من يوم وعلينا عندنا، من ساعه ما ماما ماتت، وهي اللي دايما بتاخد بالها مننا لما بابا يكون في الشغل. يعني تقدر تقول كده زي امي يعني. جميل. بالهنا والشفا، بس المره الجايه مفيش اعذار. وريني بقى التصميمات اللي على معده فاضيه دي. والله يا سيف بيه بالمواصفات دي يبقى مفيش عندنا غير حل واحد، فرقة موسى. مين يا اخويا؟ فرقة موسى. موسى ده كان عيل متربي معانا زمان في الدار، بس سابها من حوالي 15 سنة. وحكايته ايه؟ لا حكايته طويلة شوية، بس زي ما تقول كده الواد ده اتولد وهو قلبه زي الحجر. ما كانش بيعمل أي خاطر لإخواته. أي حد فينا كان بيضايقه وكان بيعوره على طول. مرة زمان الواد عمار شتمه، ما ردش عليه، عوره في حاجبه، ولحد دلوقتي لسه معلمة في وشه. ما كانش ليه كبير، ولا كان بيسمع كلام حد، ولا حتى كلام الشيخ سلام. الله يرحمه. الله يرحمه. زين بيه كان مأمنه على كل حاجة في الدار. الشيخ سلامة ما كانش بيحب يسجنه. ما كانش بيتحرك كده غير مع شلة، ما كانوش بيتحركوا غير في المصايب بس. بعد كده الشيخ سلامة طرده من الدار، طلع منها على الجبل. اشتغلوا كلهم قطاع طرق بالأوبرا، بينفذوا عمليات لأي حد. طب موسى ده هيقدر يسيطر على الطريق؟ طبعا. بص يا باشا، دي شغلته دلوقتي. بعدين موسى ده عبد للفلوس، طالما هتديله هيطاطيلك. يعني ديته معروفة. حلو قوي. أنا بحب الناس اللي هي هدية دي، بتبقى واضحة أكتر، ما عندهاش تمثيل كتير. يعني أجيبهولك؟ عاجبني حماسك. اهو حبيبك جالك اهو. ربنا ما يحرمنيش منه ابدا ابدا يا حبيبي يا ابني. كفايه بقى يا ام محمود، انا تعبت من مجايب الاطباق. الف هنا وشفا. هو انا عندي اعز من عماد؟ ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي. وهو يعني محروم من اكلك؟ ما طول ما بيبقى اجازه فطار وغداء وعشاء عندك انت. مالكمش دعوه، ده غلاوته من غلاوه محمود. ده انا بحبه، ده مربيه على ايديا. بس الاكل ده يكفي الكتيبه بتاعته كلها. هو أنت ناسية يا هانم إن نايبي بيتشال من كل أكل بتاكلوه في البيت هنا وأنا مش موجود؟ لا يا سيدي مش ناسيه، بابا بقى وعمايله. ايه طب بذمتك يا شموسه انت، بذمتك قلبك مش بيوجعك لما بتنسي تشيلي نجم من الاكل؟ بصراحه طيب بس هو يعني هناك ما عندهمش في الكتيبه اكل زي ده؟ ده تلاقيهم بياكلوا الفراخ صاحيه، انا شفت كده في التلفزيون. لا يا حبيبتي، اللي بياكلوها صح دول بتوع الصعقة، احنا بناكلها مستوية عادي والله. يا رب يا رب يا حبيبي كده يحميكوا ربنا انت وزمايلك يا رب. على فكره بقى، انا قاعد سامع الدلع من بدري ومش عايز اتكلم شويه بقى كده. يا اخويا ما انت على الحجر على طول، سيب الواد ينبسط اليومين اللي جاي فيهم اجازه. انا تعبت بقى يا ام محمود، خلاص انا هقعد. خلاص انتوا كله لغايه ما اجيب السلطه، هي خلصت خلاص. اقعد يا ام محمود، اقعدي، كتر الف خيرك، كفايه قوي اللي عملتيه ده. خير ايه بس يا استاذ ذكري، هو انا عملت حاجه؟ ربنا يبارك لنا في عمرك يا حبيبتي. يا حبيبي يلا يا اولاد بسم اتفضلوا. الله. بسم الله. بسم الله.
اتفضلوا يا رجاله. تشكر يا سيدنا. اتفضل. ندى فين؟ وانا مالي وسع. بقول لك ندى فين؟ وسع يا مروان جنان. شوية عيال صغيرة هيلعبوا عليا أنا مروان جلال. وانا رودي عساسي، ودي اللي اوريك رودي هتعمل فيك ايه. هجيبها يعني هجيبها. يلا غور من هنا. بس صاحبك ده شكله صاحب مزاج عالي أوي. قصدك عشان المكان يعني؟ المكان والفاكهة، شكله كده لوحده في عالم تاني. مين أذن لك تمد يدك؟ ايه يا عم الدخلة دي؟ انتوا مين؟ الدار أمان يا موسى. أنا أمير ابن الشيخ سلامة. أمير؟ أمير كبرت يا أمير، كبرت وتغيرت. ما انت كمان يا موسى اتغيرت كتير قوي. لا انتوا جايين ليه؟ عايزين ايه؟ ابوك لسه عايز مني حاجة تانية ولا ايه؟ لا يا موسى، ابويا مش عايز منك حاجة ولا من غيرك. ابويا الله يرحمه الشيخ سلامة مات؟ الله يرحمه يا موسى. عموما انا عايزك في حاجه تانية خالص. انا سبت شغل مع العطارين من زمان، شغال دلوقتي مع واحد كبير اسمه سيف العزازي. هو بعتني ليك عشان عايزك في مصلحه، وانا قلت له محدش هيقدر على المصلحه دي غيرك انت يا موسى. مصلحة ايه دي؟ لا ما هو ده لا مؤاخذه بقى، هتعرفه لما تيجي معانا. اللي يعوز حاجة من موسى الجلاد يجي يطلبها منه هنا. شرفت بهواك. انا هعرف اربيه كلب ده ازاي؟ انت لازم تجيب لي حقي منه. طبعا، بس انت برضه غلطانه يا رودي يا حبيبتي. ندى صاحبتي الوحيده، ما كانش ينفع اقف اتفرج عليها وهي بتتعذب من غير ما اعمل لها اي حاجه تساعدها. معلش احبطت توقعاتك، لسه الخير كله ما ماتش جوايا. خير ان شاء الله. طب شوفي بقى يا حبيبتي، طالما انت ناوية تشتغلي معايا ان شاء الله، لازم تتعلمي ان الخير اللي جواكي توظفيه لمصلحتك وبس، ولو ضروري قوي لحد تاني يبقى بمقابل. هو الشغل معايا كده. هو انت هتسيبني زعلانه؟ من امتى؟ سيب الموضوع ده عليا انا هعرفه ازاي يتكلم معاكي كويس. ده كلب. لما نشوف. ده انت حبيبتي. خلاص البضاعة اتشونت والرجالة هتتحرك في الفجر. العملية دي لازم تنجح يا سليم، دي الحاجة الوحيدة اللي مصبراني عشان بعد كده أفضل كلاب السوق. وبعدين يا نوح ما تهدى كده امال، وما تخليش الغضب يعمي عينيك. غضب ايه يا سليم؟ الغضب ده مشاعر، والمشاعر دي عند البني آدمين بس. الأغبياء قضوا على آخر حاجة كانت مخلياني لسه بني آدم. وأنا إيدي في إيدك، واللي يعاديك يعاديني. برابيلهم
الماني من ايام هتلر ده. الحاجات دي بقالها كتير ما عدتش عليا. طب ما تقول كلمتك كده يا عم ذكري. يا ابني مش اي حاجه تنفع تتباع. يعني هي جت على ديت ومش هتنباع يا عم ذكري؟ ما هو مش معقول تبيع حاجه انت وارثها عن ابوك وابوك وارثها عن جدك. ايه ده؟ انت تعرف ابويا منين؟ يا ابني انا ما اعرفش ابوك، انما اعرف حته السلاح دي، عارفها كويس قوي. دي طلعت موضه من 60 سنه، وما كانش بيشتريها الا اصحاب المزاج بس. كان دايما يعاملوه زي الست الحلوه، محدش يهينه ابدا. طب والست الحلوه ديت يا عم ذكري لو حبينا نبهدلها شويه هتتبهدل بكام؟ دي؟ لا دي خلاص كبرت يا ابني. يعني دي كبرها تعلقها عندكم في البيت عشان من انت رايح وجاي تقرا الفاتحه لابوك. يعني ده اخر كلام عندك يا عم ذكري؟ ماشي. هي صحيح كبرت وشاخت، سياخ حلو. بقول لك ايه، عدى عليا بكره بترخيصها عشان تعملي تلازم، انا شاري. الف شكر يا عم ذكري. عفوا حبيبي. بالاذن. مع السلامه. ده انت طلعت خبير قوي يا عم ذكري. ايه واحد ياما مر عليه سلاح يا ابني. طب ما تحكي لي بقى، ازاي من كبير عمال في مصنع لتاجر سلاح؟ اصلا يا ابني كانت هوايه، اللي لقطها فيا الحاج زين الله يرحمه. الله يرحمه. بعدها عيني الخبير الخصوصي بتاعه خلاني اشرف على كل ماركات السلاح اللي كان بيجيبها. هو كمان اصله كان هويه. هو بيشتغل فيه. ما انا عارف يا عم ذكري، ما تخبيش عليا. والله يا ابني على قد ما كانت ايام صعبه كانت ايام حلوه قوي. ولما هي كانت ايام حلوه قوي سبت السلاح ليه؟ انا يا ابني ما كنتش بتاجر فيه، انا كنت بعاين بس. وبعد ما اتجوزت وخلفت قاسم الله يرحمه، وجي بعديه عماد وشمس، قلت اعيش لهم بقى واوكلهم لقمه حلال. بس صدقني يا ابني عمري ما نسيت حبي للسلاح. طب ما تسيبك شويه من السلاح يا عم ذكري وتحكي لي عن ابويا. ابوك؟ يو ده كده القعده هتبقى للصبح. وراك حاجه؟ لا. انت عاوز ايه بالظبط يا نوح؟ عاوزني اخلص لك على تجار السوق كلهم عشان ترتاح؟ انا يوم ما احب اعمل كده لا حاجه اخد رايك ولا حاجه اطلب منك مساعده. انا حبيت بس اعرفك الكلاب اللي انت دخلتيهم السوق عملوا ايه وافهمك اللي حصل معايا. انا مقدره الحاله اللي انت فيها، بس انت ما عندكش دليل واحد ضد اي حد. ما احنا كمان مش هنستنى لغايه ما نتصفى في بيوتنا واحد ورا التاني. دي مش اول مره، واكيد انت فاكره اللي حصل للعطارين من كام شهر. فاكره يا سليم، ولسه بحقق في الموضوع. بيقابليني. جرى ايه يا نوح؟ انت مش واثق في الشركه ولا ايه؟ انا اساسا ما بثقش في حد. وضع السوق بقى مرعب، والامان اللي كان موجود في السوق ايام ما كانوا العطارين هم الكبار ما عادش موجود. اللي انت عاوزه يا سليم لسه اوانه ما جاش، لسه شويه. وبعدين انت بتتكلم عن العطارين ايام ما كانوا العطارين. وهو انا مش مالي عينك ولا ايه؟ انا سليم العطار. لسه شويه يا سليم. وانت يا نوح اهدى شويه، على الاقل لغايه ما نخلص العمليات اللي في ايدينا. نعم اهدى. خلاص يا نوح. خلاص ايه؟ لو بنتها كانت هي اللي ماتت وانا جيت دلوقتي اقول لها اهدي كانت هتهدى؟ بقول لك ايه، انا هاخد حقي غصب عن الشركه وعن التجاره كلها، وهعرف اخد حقي كويس قوي حتى لو كان منك انت شخصيا.
باشا السمك كتير حواليه. لا 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 دول ما يعرفهمش. هو اللي جابه لنفسه. كان عايش مبسوط في البحر الواسع وسط أهله وناسه لحد ما اترمى في حضن عفن ضيق. كان لازم يعني يتقرن وعمل فيها فالح. هو اترمى في حضن ما يعرفش فيه حد ولا حد أصلا مستعمل. يبقى لازم يستحمل وينفذ الأوامر وهو ساكت. والله يا باشا ما عليك أدرى، ما هو أكيد يعني مش هعرف أكتر من الحكومة. صح، أنت صح يا أبو صبري. قول لي بقى، أشرب من الكاس ده ولا الكاس ده؟ بالهنا والشفا الاتنين يا باشا. صح، وعلى إيه الدول؟ عايز ايه تاني يا يحيى عطار؟ يحيى عطار؟ جرى يا غندور، انا مش كنت من يومين يحيى بيه العطار ولا ايه؟ على العموم انا هعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. اللي بالحق هو فين سيد؟ مطرح ما يكون مالكش فيه. قول لي عايز ايه وقت من الاخر. اخر مره اما كلمتني حسيت ان انت زعلان مني، وانا ما يرضينيش زعلك. حتى بالاماره قلت لي ان انت ليك عندي حق، وانا الصراحه ما اعرفش انام مديون. انا بيني وبينك دم يا يحيى، وحقي مش هسيبه. وماله؟ خير البر عاجله، وانا جيت لك لحد عندك اهو. يلا خد حقك، ولا مستني سيف العزاز ياخدهولك؟ لا، انا حقي باخده بدراعي يا يحيى. وماله برضه؟ اللي يطلب من يحيى العطار الحق يجي لحد عنده ويديهوله. اديله حقه حقه. مش هسيبك يا يحيى، مش هسيبك يا يحيى، هاي مش هسيبه يا يحيى. من زمان واحنا مدفونين في قلب الجبل ده لغاية ما بقينا شبهه ولونه طفح على جلدنا. حبسنا جواه غصبت عنينا مش بمزاجنا. اللي حكم علينا حكمه هو اللي بيده الحكم. طردنا من ديارنا، شردنا، وبقينا زي الملعونين. بس خلاص جا اليوم يا رجاله، جا اليوم اللي كل واحد فيكم لازم يعرف ان الحكم ده باطل، الحكم ده ظالم، وتشريدتنا دي وتوهتنا في الارض دي لازم يدفعوا ثمنها غالي، وغالي قوي. هم وكل اللي هيوقف قدامنا. الوعد اللي وعده لنا سيف بيه هيخلينا نحط يدنا على الدار ونبقى فيها على طول، مقابل ان احنا نحمي له بضاعته. وسيف ده ليه في الدار دي عشان اداها لنا يا كبير؟ ليه المصلحة، والمصلحة تحكم، والحظ رماها في حجر، وانا مش هقول لا لا.
خلاص يا رجاله، خلاص. عهد الجبل ولا هنسيب الجبل ومش هناخد منيه غير قلبه الصواد، وضارنا هنرجع له زي ما طلعنا منها مكسورين، هنرجع النهر ذا منصورين. يلا رجاله يلا. سيب الدار وامشي يا عزيز من غير دم. مش هسيبها يا موسى، ومش هتاخد الدار دي اللي على جثثنا. المشكلة مش في جتاتكم يا عزيز، المشكلة اني ما عنديش وقت ادفنكم. يا موسى هتقتل اخواتك؟ مين اللي بيتكلم؟ تعال تعال ما تخافش. مالك؟ متضايق ليه؟ متضايق عشان هقتلكم؟ مش احسن ما تقتلوني انتم؟ احنا ما بنقتلش اخواتنا يا موسى. انا بقتل عادي. القعدة اللي قعدناها في الجبل خلتنا غيركم يا ولاد زين وسلامة. القعدة اللي قعدناها في الجبل علمتنا القسوة، علمتنا ما نعرفوش الرحمة. من هنا ورايح الدار دي داري، ملكي. فرصتكم الوحيدة عشان تنفدوا بجلدكم انكم تمشوا، يا اما تموتوا كلكم. كاكي 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 كا متعطر انت كا كل شويه منهم كا فاكر وانت عيل صغير قد كده اهو، بس ما كنتش بتلعب اللعب ده طبعا. دي ام الطلبات لاخر اليوم. قطع زاويه لندن تنزلها لك يا بنات. مستني يا موسى، ما تخلص وتخلصنا. مستعجل عليه يا عزيز، مستعجل عليه. اللي قول لي عزيز، هو انت لسه عبيط زي زمان؟ عبيط؟ زمان كنت بتسميها طيبة. ده كان زمان، لكن دلوك حاجة تانية. الدنيا علمتني يا عزيز إن الطيبة عبط. بس تصدق وتؤمن بالله، أنا استغربت لما دخلت الدار من تاني ولقيت كبيرها
اعبط واحد فيها. طيب والعبيط اللي انت بتتكلم عليه ده اللي كان بيسرق لك الاكل ويودوا لك الزنزانه من ورا الشيخ سلامه، ولا نسيت؟ لا ما نسيتش. صح، كلامك صح. عشان كده يا عزيز أنا مش هأذيك، أنا هاملك تمشي لحالك. شفت يا عزيز؟ شفت العبط ساعات بينجي كيف؟ لا هتأذيني ولا هتأذي حد من اخواتنا يا موسى. اتكلم عن نفسك يا عزيز، دول مش اخواتي، اخواتك انت. انما انا زرع شيطان يا عزيز، انا زرع شيطاني طالع من ارض بور، لحد سقاها ولا حد رعاها. مش شيخكم كان بيقول عليا كده؟ وكلكم وافقتوه لما طردني برا الدار، ولا نسيته؟ هو يعني الشيخ سلام الله يرحمه كان قال كده من الباب للطاق؟ مين اللي بيتكلم؟ عبادة. عبادة شمشون الدار. يا راجل يا راجل اسكت، ده انا شايفك وعامل نفسي مش واخد بالي منك. اللي قول لي عبيده لساهم بيخلوك تمسك الفلكه للعيال عشان يمدوهم اللي ما حفظوش عرف الدار، ها؟ قوم وقف، قوم وقف. اهو ده يا رجاله يبقى اطول واجمد راجل هنا في الدار دي، وعشان هو اطول واجمد راجل في الدار دي كان شيخهم بيوقفوا عليا حرس، بس شهاده لله كان بيقوم بواجبه زياده، وعشان كده انا جاي النهارده عشان ارد له واجبه. تعيز يا موسى. عايزك تاخد شويه العيال دول وتطلعوا برا الدار. اطلع اروح فين؟ مطرح ما رحت انا والرجاله لما شيخكم طردني من هنا. احنا كتير، مفيش مكان هيساعدنا. ضاقت دلوقت، ضاقت. مش كانت ارض الله واسعه لما شيخكم سلامه طردني من هنا؟ مش حسن قدامكم قال لك ده؟ حصل ولا لا؟ رد يا عزيز. ماشي يا موسى. الأصح فين حسن؟ مش شايفه يعني؟ ايه؟ مستخبي ولا ايه؟ هو فين حسن يا عزيز؟ اصلي توحشته قوي وعايز اشوفه. حسن في ارض الله الواسعه. يا سلام على الدنيا، دنيا قلابه. شوف ادي حسن دلوقتي اللي في ارض الله الواسعه، وانا اللي هنا. شوف يا عزيز، قدامك ساعة واحدة بس، والعيال اخواتك دول يلموا خلقاتهم وتطلع برا الدار وتوروني عرض كتافكم بقى قد ايه. فاهم ولا لا؟ كله تمام خلاص، الدار بقت تحت ايدينا. الرجالة بتجهز عشان يطلعوا على الطريق. تمام، مع السلامة. شفت يا شيخ سلامة؟ شفت
شفت انا بقيت فين، ولادك بقيوا فين. عرفت يا شيخ سلامة ان ربنا كبير، يمهل ولا يهمل. دلوقتي الدار بقت دار انا، الدار بقت ملك انا، وولادك يا شيخ سلامة بقيوا في الشارع زي ما طردتني قبل كده في الشارع برضك. عرفت يا شيخ سلامة ان انا اللي صح، عرفت يا شيخ سلامة ان انا اللي صح. سمعني، الدار بقت دار انا، بقت ملك انا. موسى بص لنا ايه في السجن. بابا أنا خايفة. ليه يا حبيبتي من ايه؟ خايفة بكرة ما نسافرش. انا عمري وعدتك بحاجه ما عملتهاش. هي فيروز راحت فين يا نوح؟ انا جبت لها العروسه بتاعتها واللعب اللي بتحب تلعب بيها. انا هفضل قاعد هنا لحد ما تيجي. فيروز وحشتني قوي يا نوح. انا بحبها قوي يا نوح. يعني ايه العملية الجديدة هتكون من غير سليم؟ يعني زي ما خد مني المرة اللي فاتت البضاعة ولبسها في الحكومة، هاخد منه البضاعة المرة دي بس كلها لوحدي، وأظن ده تعويض مناسب. ده في حالة انك قدرت تثبت انه هو اللي خد البضاعة. ده في حالة بقى إذا قدر يمسك عليا إن أنا خدت منه البضاعة المرة الجاية. انت فاهم يا سيف حجم العملية دي قد ايه؟ مليارات. بس سعادتك احنا مش أول مرة نشتغل بالأرقام دي. متقلقيش، أنا حاسب حساب كل خطوة. العملية دي كبيرة عليك قوي يا سيف. علينا احنا الاتنين، احنا بقينا شركاء في كل حاجة، وأظن ده حقنا. بس ده مش شغل يا سيف. ما تقلقيش يا مدام، اسمعي كلامي وامشي ورايا وكل شيء هيبقى كويس وبما يرضي الله. انت ليك علاقة بمحاولة اغتيال سليم يا سيف؟ موسى والله وحشني. تصدق بايه؟ انا حلمت بيك امبارح. لا يا شيخ، وحلمت ايه عاد؟ حلمت بنور هجم على الدار ودخل عليا، خلصني من الضلمه اللي كانت كاتمه على نفسي، واهو الحلم اتحقق. النور ده يبقى انت يا موسى. لا وانت الصادق، انت مش نور، دي ناري، ناري اللي جايه تحرق كل خاين. مين ده؟ خدامك نصار يا كبير الدار. على فكرة يعني أنا بسمع عنك من زمان يعني، وكان نفسي فرصة وأبقى واحد من رجالتك. وماله؟ نبقى نشوف الموضوع ده بعدين. سيبوهم، بس عينكم تبقى عليهم. لو حد منيهم عمل غلطة كده ولا كده هيندفن تحت رجليه. وانت يا سميح لينا قعدات تانية كتير
بس ابقى اتغطى كويس قبل ما تنام. هي النار اللي جواك دي هتفضل لحد امتى؟ النار اللي جوايا بتزيد، مش راضية تبقى رماد. بس انت اللي علمتني ان كل حاجة بتخلص. كل حاجة بتخلص إلا وجع على بنتي. الألم والندم هيموتوني. أنا قتلت بنتي. كفاية بقى يا نوح، انت ما كانش في ايدك اي حاجة. كان في ايدي اني ما اتجوزش. كان في ايدي اني ما اخلفش. فيروز ماتت عشان بنتي. دلوقتي هعمل ايه؟ هقتل اللي قتلها؟ هعذبه؟ تفتكري ده هيرجع فيروز تقف قصاد عينيا تاني؟ أو حتى هيخليها تسامحني اللي كنت سبب في موتها؟ انا اول مرة اشوفك بالضعف ده. يا ضعف. كنت نسيت معنى الضعف، بس ظاهر ان ربنا عايز يفكرني ان انا لسه بني ادم بعد ما كنت خلاص فاكر ان مفيش اقوى مني. وناوي على ايه يا نوح؟ ناوي احرق كل حاجة.
ما انا سايباك يا نوح. والله ثلاثة ما انا سايباك يا نوح. مش هسيبك. زي ما توقعت ها؟ بالحرف. التخطيط ده ليه اصول، موهبه من عند ربك سبحانه وتعالى. تمام، بس التخطيط ده بيبقى ليه اللي ينفذه ولا ياسف بيه؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ ده انت الخير والبركه. الخير ده اللي هو قدامه كام صفر يعني. يعني ايه كام صفر؟ ربنا يزيد ويبارك، والحكمه بتقول قليل دائم خير من كثير زائل. اتفضلي يا حلوه. المرة دي ماشي يا سيبي، بس من المرة الجاية عايزاك تبقى عارف ان انا ما بيفرقش معايا ولا دايم ولا زي. كل اللي يفرق معايا القليل والكتير. اتفقنا يا سيبي؟ اتفقنا نوجه. يا رجب ضرب نار. لا انت كويس؟ جت سليمه. في ايه؟ رجاله من عندنا راحوا اصطادوا في الرابعه عندهم. وماله؟ حصل ايه يعني؟ لا ما يحصلش يا تيم، البحر برضك ليه اصول، والاصول بتقول ان قانون البحر يحكم بيننا على الربع. ربع يا يتيم، الربع ده حقنا وانت اعتديت عليه، غير ان احنا يتيم لينا حق في الدم ولا ايه؟ بس ايدك وانت بتكلم اليتيم. رئيسكم هو اللي بدأ الضرب الاول، واحنا عندنا دم وانتوا عندكم دم. عرف البحر يحكم بيننا على الربع، يا اما بقى راجل منكم وصاد راجل مننا في الميه. وماله يا يتيم؟ خلاص يا تيم، حق انا هاخده بايدي. لا بتاعت انا يا اخويا، انا مستناه من بدري. المرة دي يا عمار الكرة جاية في ملعبك انت. عايزة خلال ايام تخلص موضوع الدار ده، ومن غير شوشرة ولا كلام كتير حوالين الحكاية. انت شايف الاعلام ما بيسيبش حد في حاله اليومين دول. طمن يا بابا، انا هبدأ اتحرك والدار هترجع يعني هترجع. مش بس كده، ما هو لازم الدار ترجع، ولازم اللي اسمه موسى ده يتربى هو كمان. مش عايزه يموت، عايزه يفضل عبرة لكل اللي يفكر في يوم انه يحط على العطارين. انا قبل اي حاجة لازم اروح واتكلم معاه. بقول لك عايزه يبقى عبرة، تقول لي اتكلم معاه. بابا انت قلت لي الكرة في ملعبك، ارجوك بقى سيبني العب براحتي. يا عمار الحقوق ما بتتاخدش بالكلام، انت كده هتبقى بتضيع وقت. كل واحد وليه دماغه، صدقني انا عارف انا هعمل ايه كويس قوي. ولو اني مش مرتاح ومش مطمن، بس انا هسيبك تعمل اللي انت عايز تعمله وهفكرك. وانا اثبت لك اني قد كلامي. طب يلا يا اخويا انجز شويه بقى لحسن هموت واخش الحمام. تحب اركلك في اي حته؟ حته ايه يا واد انت جننت ولا ايه؟ يلا يلا مد شويه يا عمار اهو. مش قادر افهم الناس عايشه في مكان حلو زي ده، ايه اللي شغاله في الشمال؟ انا وانت بس اللي نشوفه حلو، لكن الناس هنا عايشين مش شايفين فيه اي ميزه. ناس بسيطه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا بهوات، بتدور على حد؟ انا جاي لك انت يا ريس رجب. اهلا وسهلا، امورنا. بطايقكم.
الواد ده اخويا يا باشا، بس الناس بتاعته في البيت. انا قلت خلاص ربنا هداك. ايه اللي يرجعك لسكه التهريب تاني يا رجب؟ التهريب يا باشا انا ورحمه ابويا. الف رحمه ونور عليه. راجل عيب، ما تكدبش، انت راجل كبير. شيخ الصيادين ما ينفعش يكذب، الناس هنا بتحترمك. وبعدين انت تفتكر يعني جاي لك مخصوص لغايه هنا وانا مش عارف ان انت اللي نقلت بضاعه العطارين؟ عطارين مين يا باشا؟ انا علاقتي مقطوعه بالعطارين من قبل حتى زين بيه ما يموت. باشا لا، باين فعلا ان انت صادق يا باشا. هو في ايه؟ انا والله العظيم ابدا. الشيخ محمود كان راجل طيب عندنا في البلد، جابني الشيخ محمود للشيخ جميل، وهو اواني انا ومرتي وولدها. قول لي يا علي، انت ليك سوابق؟ لا، وعمري ما دخلت جسم. مش عارف ليه انا مصدقك، بس ما اخبيش عليك، اصل اسم العطارين ده ما بيجيش قدامي الا لما بيبقى وراه حاجات متداريه. ليك حق ما تصدقش، بس اقسم لك بالله انا صلتي اتقطعت بالعيله من ساعه ما عمي عبد القادر توفى. يلا يا احمد. سيبهم يا ريس. مفيش اي دليل ضدهم، دول سمك صغير، المهم الكبار. بس دول سهل يعترفوا. نجيب الحيتان الكبار الاول وبعدين دول امرهم سهل. بس انا مش جاي عشان لا جاز عمي. طب ما انا عارف انت جاي ليه من قبل ما تتكلم، وانا مستني ردك. هو انت ياض فاكر ان انا مش عارف انك حاطط هارون الدهبي في دماغك؟ طب ايه بقى؟ هتسيبه كده عادي بعد النمره اللي جه عملها علينا دي؟ ومين قال ان انا سبته؟ ده انا كتفته. ازاي يعني؟ هو جاي وعشمان انه يلعبني ويكسب مني بونت، وانا لعبته وكسبته، بس برضه اديته البونت اللي هو عايزه. عارف ليه يا يحيى؟ ايه؟ بتشتريه؟ مش بس بشتريه، انما كمان بطمعه، بخلي ريقه يجري وعينه تروح على البونت اللي بعده، وبرضه هديهوله. طب ولحد امتى يا عمي؟ لحد ما حسابه يتقل قوي، ويا اما يقدر الثمن اللي اتدفع فيه، يا اما يحاسب على المشاريب كلها، وفي الحالتين احنا كسبانين. يا عم انا عارف كويس قوي ان انت بتعرف تدورها، واكيد يعني اللي يخلي زين العطار الله يرحمه ما يمشيش خطوه غير بيك. خليني انا كمان امشي وراك برضه وعلى المغمض كمان. ليه لو ما فيها ان انا ما اتعودتش العب لعبه وانا مش فاهمها. وهو ده اللي بيعجبني فيك يا يحيى، وزي ما انت واثق فيا وفي ادارتي للعيله والتجاره، مسيرك هيجيلك يوم وانت اللي تدورها، وبرضه هكون انا واثق فيك. عارف ليه يا يحيى؟ لانك كبير من يومك. ربنا يديك الصحه يا عمي. الموضوع ملوش علاقه بالصحه، الموضوع وما فيه ان انا زمان عاهدت زين الله يرحمه ان اكون ظهر لكبير العطارين ايا من كان، وما فيش كبير من غير ظهر يحميه. انت برضو الخير والبركه يا عمي. شوف الواد اقول له ايه يقول لي ايه. مش موضوع خير ولا بركه يا يحيى، دي حرب، والحرب ملهاش قوانين، دي لعبة كبيرة واحد بس اللي بيطلع فيها كسبان. وانت يا يحيى مسيرك هيجيلك يوم وتبقى لعيب وهتكسب، وبكرة فكرك. ازيك يا يحيى؟ ازيك يا عمار؟ ايه مالك؟
رؤيا سافرت الكفر وما بتردش، فانا هاخد بعضي واروح لها. انتوا اتخانقتوا؟ لا بل شويه المشاكل العاديه اللي انت عارفها. يا ابني الحريم دول عايزين الواحد يبقى تلاجة، وانت يا عيني ما بتستحملش، حامي وخلقك ضيق زي ابوك. زمان لما كنت بتشتغل مع بابا كان توحيد دراعك اليمين، كنتوا انتوا الاتنين ما بتتفرقوش خالص. ايه اللي جرالك يا نوح؟ كل وقت وله أذان. وخديجة ذنبها ايه يا ولادها؟ وأنا ذنبي إيه؟ كل اللي بتعمله ده مش هيرجع لك بنتك. قانون نوح لازم يمشي، كل اللي عمل حاجة هيحاسب عليه. وانت مين يحاسبك على سنين عمر اللي ضاعت؟ سنة ورا التانية وانا كل يوم كنت بستناك، وانت كل يوم كنت بتبعد اكتر. انا بقيت بخاف منك قوي يا نوح، وخصوصا بعد موت فيروز. اوعي تجيبي اسم فيروز على لسانك للدرجة دي؟ انت مش حاسة بحاجة. لو كانت بنتك كنت قتلتيه بإيدك. كان عندها حق فيروز ما تحبكيش، وانت مصرة تفكريني كل شوية. بقول لك يا ليلى، اسمعي الكلام من أول مرة، لأن مش دايما هيبقى في مرة تانية. هسمعه يا نوح، بس خليك فاكر انت ان الواحد ممكن يزعل مرة ويعاتب مرة، بس هيجي في مرة وصدقني هتكون آخر مرة. برافو، عاجبني قوي عدد المرات اللي في الجملة. انت مالكيش مكان غير هنا يا ليلى. تقريبا دي مشكلتك معايا يا نوح، انك دايما بتراهن على قلبي وقلبي كان بيجي في صفك. بس صدقني المرة دي قلبي طوعني انا وجاي في صفي. اتفرج بقى على ليلى الأولية، ليلى اللي بتقول انك ربيتها على ايدك يا نوح. هتفرج، بس خلي بالك ان نوح قبل الطوفان غير نوح بعد الطوفان. عاجبك كده يا عم فارس؟ عاجبك؟ ابوك بقى يتشتم عيني عينك. انت اللي جبته لنفسك، ورطت نفسك توريطه ملهاش عازه، ما خدناش منها غير الفرجه وقله القيمه. تفتكر مين اللي زق البت المذيعه دي عليا يا فارس؟ مش بعيد يكون سيف العزازي نفسه. والله مش بعيد ابدا. اللي خلاه ينزل مسعد المحمدي قدامي علشان يهني مش بعيد ابدا انه يشوه سمعتي وشكلي في السوق. هو مسعد ايه مصلحته؟ انا عارف، اهو كارت جديد تلاقيه بيلعب بيه بعد ما خسر مجموعه العطارين عشان يساعدوه في غسيل الاموال بتاعه ده. قصدك انه وافق معاه؟ والله انا كنت شاكك في الموضوع ده من الاول، بس دلوقتي خلاص الحكايه بقت على عينك يا تاجر. اسمع يا فارس، الحرب مع مسعد مش هتبقى سهله ابدا، وانا عايزك في ظهري يا حبيبي. عاوزني في ظهرك بجد ولا عشان شكلك قدام الناس؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا فارس؟ يا اخي ده انا ابوك، عارف يعني ايه ابوك؟ المشكله اني مش عارف. تعرف انا نفسي واقفه منك ليه؟ ليه؟ عشان كنت موجود ومش موجود. اليتيم بيبقى مطمن، عارف ان ابوه ميت، واللي ابوه مطلق امه بيبقى مرتاح انه عارف لو عايزه هيلاقيه. انما اللي زي حالاتي هيلاقيك فين؟ كنت عايش وميت في نفس الوقت. انا انا اسف جدا يا فارس. انا عارف يا حبيبي ان انا اهملتك، بس اوعدك ان احنا هنعوض ده كله ان شاء الله. مش عارف هتعرف تعوض ولا لا. عم زين الله يرحمه وعم سليم ما قصروش معايا واصل، بس ما عرفوش يعوضوني عن كسرتي قدام نفسي.
معلش يا فارس، بكره الايام هتثبت لك يا حبيبي. أول مرة أحس إنك صادق. تعرف لو كلامك دي صح وهتخلع يدك من سيف العزازي وهترجع للعطارين، ساعتها هقف جنبك، هتلاقي ولدك فارس. ارجع للعطارين؟ ارجع للعطارين ده ايه؟ لما احنا العطارين. أنا قصدي يعني يتصفي اللي بينك وبين مرات عمي. مرات عمك؟ ومرات عمك مالها ومال الكلام ده بقى؟ وبعدين مرات عمك دي مش من العطارين اصلا. بعدين اللي بيني وبين مرات عمك لا له دعوه بسيف العزازي ولا له دعوه بالانتخابات. ليها دعوة بالحرب اللي هتحاربها. أديك قلتها من شوية إنها مش حرب سهلة. وعايزك تعرف حاجة واحدة مهمة، إيد لوحدها ما تسقفش عبد الحميد بيه. مالك؟ شكلك قافش. ولا قافش ولا حاجة. وبعدين سيبك مني. وشك مش مرتاح ليه؟ ايه ما بتناميش كويس؟ يعني حاجة زي كده. عينيكي فيها حزن غريب قوي. بقول لك ايه، انت اكيد عارف انا مين وعارف بنت مين وعارف ان الدخله دي ما ينفعش معايا انا خالص. معلش منك اول مره ودي صح. شفتي بقى؟ اديكي سبتي المقصود من اللي انا قلته ومسكتي في الطريقه اللي انا قلته بيها. يعني بتهربي. بهرب؟ وهرب من ايه؟ طبقا لنظريه سامي فيما يتعلق بالهروب، الانسان بيهرب من الحاجه اللي خايف يواجهها او مش عايز يواجهها. وبتقول ايه بقى نظريه استاذ سامي؟ بتقول ان انا تحت الامر في الخدمه، واي حاجه تأمري بيها مجابه، لان انا مهمتي في المكان ده ان انا اسعد كل الناس وانتي اولهم. يعني انتي بالذات لو انبسطتي سمير بيه هينبسط، ولو هو انبسط هيبسط الكل، ويبقى انا كده اديت مهمتي على اكمل وجه. هو انت بترص الكلام ورا بعضه كده ازاي؟ برصه من اليمين للشمال. قلتي لي بقى ايه اللي كان مضايقك؟ هقول لك، يمكن الاقي حل في نظرياتك. بقول لك ايه يا يتيم، ما تكتب عليا وتعمل لك عيله بدل ما انت قاعد وحداني كده. اكتب عليكي ايه؟ انت اتهبلتي ولا انت عايزاني اجيب عيل في الدنيا دي يتبهدل زي ما انا اتبهدلت؟ احنا اللي زينا ملوش جواز ولا خلفه. الجواز ما ينفعش غير اللي زينا. ياما بيوت مقفوله على ناس وما عندهمش اللي عندنا يا يتيم. معلش بس هو ايه اللي عندنا عشان مش واخد بالي؟ الفقر ولا البهدله؟ ولا انت فاكره ان احنا عندنا راحه بال وبنعرف ننام واحنا مطمنين والكلام اللي احنا بنصبر بيه نفسنا ده؟ احنا ما عندناش حاجه يا رضا. بس انا بحبك، هفضل تحت رجلك لو عاوزني العمر كله. انا ممكن اعمل اي حاجه عشان تفضل جنبي. الحب ما بياكلش وبيشرب يا رضا. انا ما ينفعنيش يا بنت الناس. انا عمري ما كان عندي عيله واهل عشان احس الكلام اللي انت بتقوله لي ده. غيري بقى سكه الكلام ده عشان انت بتقولي كلام يضايق. عربية فخمة وفي نفس الوقت شبابي، وتلاقي عليكي يعني تركبي وانت مطمنة. على العموم انا بثق في ذوقك جدا وعارفه كويس قوي انك فاهم طلباتي. ازيك يا يحيى؟ رودي. انا موافقه على العربيه اللي انت اخترتها لي، وبعد ما تخلص الاجراءات هبقى اعدي عليك عشان تعرفني فيها شويه حاجات. وانا تحت امر حضرتك، يومين واخلص لك الاجراءات واقول لك تيجي تستلمي. اوكي، في انتظارك. شرفتيني يعني. باي باي. ميرسي. انت بقى بتختار لكل العملاء اللي عندك العربيات؟ خير يا رودي. ايه المقابله دي يا يحيى؟ انا حتى جاي اقول لك مبروك على المعرض الجديد. الله يبارك فيكي.
مع اني فاتح المعرض يعني بقالي زمان. انت لسه فاكره؟ انا عمري ما نسيتك. بس انا نسيتك. قلبي بيقول لي غير كده. ويوسف بيه عارف اللي قلبك بيقوله؟ زي ما ريهام عارفه اللي في قلبك. ريهام مراتي. وانا حبيبتك اللي مش تعرف تخلص من حبها، ولا هتعرف تخلص من وجعها اللي بتحس بيه كل ما بتيجي سيرتها. ده الكلام اللي بتقوليه لنفسك يا بنت الناس وانت واصحابك مبسوطين؟ انا اتغيرت قوي يا يحيى. انا لو بكدب هسيبك انت اللي تكدب نفسك. لما تحس انك غلطان بلاش تكابر يا يحيى. احنا بنعيش مرة واحدة. الحياة قصيرة قوي ان احنا نقضيها بنمثل على روحنا ان احنا عايشين مبسوطين. مبسوطة اني شفتك. سلام. ده باين ان انا ما كنتش لوحدي جعان يعني. وانا باين عليا قوي كده. يعني بص، اصل انا بفضل طول النهار ما باكلش اي حاجه، عشان كده تلاقيني دي اول حاجه ليا اكلها النهارده. ما بفكرش في الاكل خالص خالص. هو شغل الديكور صعب قوي كده؟ يا ريتها تيجي على شغل الديكور، بس انا المزيكا واخده كل وقتي. مزيكا؟ ايه حوار المزيكا ده؟ بص يا سيدي، انا بحب الغنى وليا صحابي بيحبوا المزيكا، جمعنا وعملنا باند نبسط الناس بالحاجه اللي احنا بنحبها واحنا كمان نتبسط. حلو قوي الكلام ده. طب عم ذكري بقى رايه ايه في الموضوع ده؟ عمك ذكري ده اطيب اب في الدنيا، انه دايما بيشجعني. طب والديكور هتسيبيه كده ولا ايه؟ بص يا حازم، الديكور ده هو مجال دراستي، مش هينفع اقعد استنى اخد المصروف من بابا. هي بس تيجي فرصه الغنى وانا هسيب مجال الديكور ده خالص. يلا بقى كل بدل ما ندخل على طبق. لا تعالي كلي لي انا بقى. والله يا شمس انت عسل، وبعدين اللي في قلبك على لسانك كده وطيبه. انا بحسد اللي هيتجوزك على فكره. نورت دارك. كل اللي قلت عليه هيحصل حصل. ولسه كل اللي جاي كمان هيحصل. انت من النهارده ست الدار داي. انت ايه اللي جابك يا بنت؟ انا مش جايله رجلك ما تخصيش النجعه هنا تاني. راجعه بيتي يما، الحنين غلاب. لا والله، مالك بقيتي غلبانه كده؟ ما كنت مستجويه وهربتي وهملتيني انا واختك، دلوقتي راجعه تاني
بعد ما اخترتي سليم، عيلة سليم يا رجاية، أنا كمان اخترت إنك ما تبقيش بنتي، عايشة بس هي اللي بنتي. عشان ايه كل ده ياما؟ مش كفايه اللي وريتهولي زمان؟ فرقت بيني وبين عبد الله وبعدتيني عن اخت عيشه، ودلوقتي جايه تحاسبيني على الحب والجواز. خلاص ياما، رقية توحشناها وكانت جايه تقعد معانا يومين كتير. أنا ما طايقاش لا أسمع حسها ولا أشوفها واصل. كده؟ طب أنا هقعد معاكي ياما. يا مرحب، أهلاً، تشرفت. مرتكها لا خطفناها ولا ضربناها، جايه بمزاجها، وإن كنت عايز تاخدها يا ريت تاخدها وتريحني. يلا بينا يا رؤية. أنا ما جيتش معاك يا عمار، ومش هسيب داري، ولما أحب أرجع بكيفي. ما بقاش بيتك يا رؤية، ما بقاش بيتك. بيتك هو بيت جوزك. يبقى تختارني أنا يا عمار؟ كمان أبويا وصاني قبل ما يموت على الدوار والنجا، ووصاك أنت كمان، ولا نسيت؟ مات. أبوكي مات يا رؤية، وفي الدنيا دي انت ما بقالكيش حد غيري، وانا ابويا محتاجني وما اقدرش اسيبه. وابنك اللي في بطني يا عمار مش فارق معاك؟ ما تصعبيهاش عليا يا بنت الناس، ويلا بينا. ايه اللي حصل لكل ده؟ روحي وتبعي كلام جوزك يا رجاية، مش هتحرك من البيت يا عيشة. ولو عايزني ابقى معاك يا عمار يبقى تختارني. انا اخترت ابويا يا رؤية. كنت عارفة، مش جديدة عليك يا عمار، عادي تسيب ابنك زي ما ابوك سابك زمان. صحيح اللي خلف ما ماتش. قطع يدك اللي اتمدت على بنتي. ايه والله العظيم ورحمة ابوي، لو ما كانت حبلة منك لكنت قسمتك في ارضك مكانك. اياك تمد ايدك على بنت تاني، واني دلوك بس صدقت انك فعلا ابن سليم. سيرة ابويا ما تتجابش على لسانك. غور يا واد غور، يلا برا برا. الشحن ومصانع الاسمنت. قول لي فيها ايه يا مهدي؟ ما عنديش دماغ ابص في ارقام وجداول. التقارير الربع السنويه في الاتنين بتقول يا باشا انهم طالعين زي ما سعادتك توقعت بالظبط. توقعت ده ايه؟ انا ما بتوقعش يا مهدي، دي معلومات بيدفع فيها فلوس، سوق وبضاعه، كل حاجه ليها تمن. ليه يا باشا؟ هو انت ناوي تبيعهم؟ انا ناوي اكبرهم. عين العقل. عشان ابيعهم. عين العقل برضه. عارف يا مهدي انا بحبك ليه؟ ليه يا باشا؟ عشان انت زيي بتحبش تضيع وقت، وانا خدام سعادتك يا باشا. طب بص بقى، زي ما عملت في التقارير دي عايزك تعمل بالظبط مع بقية الشركات. ربنا ما يقطع لك عادة يا حبيبي. أنا حاسة إن إحنا بعد سنة أو 2 إن شاء الله هنحتاج ناخد بيت أكبر من ده، علشان الحيطان مش هتكفي كل الصور اللي أنت عمال تحطها دي. الحيطة دي فيها حياتنا كلها، كل ذكرياتنا. وبعدين الحيطة دي مش بتاعتي بس، دي بتاعتنا كلنا. عارف لما بتتأخر قوي في الشغل وتغيب عننا كتير بالأسبوع وبال2 تبقى وحشني قوي. باجي أقف قدام الصور دي واقعد أتفرج عليهم واحدة واحدة، وافتكر بقى كل صورة اتلقطت فين وإمتى ومناسبتها كانت إيه، وحتى الكلام اللي كنا بنقوله ساعتها بفتكره. لما بعمل كده برتاح شوية وبهدى، وبحس إن إحنا حياتنا الحمد لله حياتنا فيها حاجات كتير قوي حلوة، وبحس إن إحنا لينا كتير قوي في بعض. بس المشكلة إن أنا
بعد ما بتفرج على كل الصور بتوحشني اكتر. انت بقى ما بتوحشنيش خالص خالص؟ خالص. ليه كده يا طارق؟ لانك طول الوقت معايا بجد. انا ماليش غيرك يا طارق. اثبت مكانك. ايه ده؟ احسبها مع الفاضي والمليان. انا بريء الفاضي والمليان. طب انا بريء على فكره، ما عملتش حاجه خالص. هي السبب، انا ما عملتش حاجه، هي اللي انا كلمتك. انت السبب صح. وبعدين كده قالت لي ايه بقى؟ قالت لي سلمى، قالت لي تعالى احط لك قطره في عينك، وانا ما رضيتش. انا مؤدب، رفضت خالص على فكره. طلعي القطره. انت عزقت لنا ولا ايه؟ طلعي القطره. مفيش معايا حاجه. قطره ايه؟ طب سيبي ده هتبوسك. ثانيه واحده اللحظه دي ما تتفوتش. يلا الصوره بقى الحلوه دي، وانت بقى مرفعنا. يلا. اليمين الحرمه اللي هنا دي يا عم سميح؟ ده عهد. ما انا عرفت الاسم، حتى الاسم ده اول مره اسمعه. انا بس ايه، لو طولت في الكلام عنها هتكون اخر مره، عشان دي بقى من الاخر كده تعتبرها اخت موسى واكتر شويه. اخته؟ انا قلت عليها مراته ولا عشيته؟ مش بقول لك هتبقى اخر مره. هي مهمه عنده قوي كده؟ ده عهد بنت جليله. هو في جليله كمان؟ ايوه يا سيدي، ما هي الست جليله دي اللي ربت موسى مع بنتها عهد. بسم الله ما شاء الله. دي بقى بالذات ما تهوبش ناحيتها، قدر انك ما شفتهاش، عشان دي عند موسى كوم والناس كلها كوم. اوعى يا نصار. جاي لي يا عمار. جاي عشان افكرك يا موسى انك مديون لي، وانا عارف انك ما بتخلفش كلامك. فاكر الدين ولا لا؟ موسى الجلاد يا عمار ما بينساش حاجة. لحقتني من الموت يا عمار، وانا مش نكر للجميل. ودينا اتقابلنا بعد 15 سنة، وجه الوقت اللي ترد لي في الدين يا موسى. طلباتك يا عمار. تسيب الدار وترحل مكان ما جيت. إلا دي؟ مفيش غير دي. ولو ما وافقتش؟ يبقى ما طلعتش قد كلامك يا موسى، وساعتها هيكون لي حق الرد في إني أدافع عن إخواتي وأرضي. عايز توقف قصادي بعد كل اللي عملته معاك؟ أنت اللي بتقف قدام العطارين. لسه العلامة معلمة في حاجبك، وكل ما بشوفها بفتكرك. بس بفتكر موسى بتاع زمان، موسى الجدع اللي عمره لا ظلم ولا حب الظلم، موسى اللي قبل ما يتغير ويتمرد موسى ده كان زمان، قبل الزمان ما يجي عليه. عايز تعديني يا عمار؟ أنا ما عايزش أعديك، وأنت بالذات ما عايزش أعديك. وأنا جيت لك عشان نفس السبب. لا،
لا يا عمار، الدار دي أنا مش هسيبها، مش هنعملوها على جدتي. أنا كمان مش هسيبها يا موسى. كده أنا عملت اللي عليا. كان نفسي اجي بدري واعمل معاك الواجب. الواجب ده تعمله في بيتك لضيوفك، لكن دي داري، يعني المفروض ان انا اللي اعمل معاك الواجب. يا امير، انت ما غيرتش اليافطه اللي بره ولا ايه؟ لا طبعا يا باشا غيرتها، بس لا عمار ما خدش باله بس ولا حاجه. لا يا امير ما خدتش بالي ومش هاخد بالي، عشان مش يافطه هي اللي هتقول الدار دي بتاعت مين. ولو انت مش عارف، الدار دي ليها رجاله، رجاله هيعرفوا يدافعوا عنها كويس قوي. الرجاله اللي طردهم موسى؟ اقصد اللي هيرجعوها من موسى. عمار، شرفت يا عمار. عارف يا عمار ايه اللي مانعني ان انا اقتلك وادفنك في مكانك هنا ايه؟ انك ابن الغالي، اللي غالي عليا قوي. لو مفيش حاجه تمنعك كان زمانك نفذتها من غير ما تسأل السؤال ده. اتفضل يا سيف بيه، نورت دار موسى. منوره بيكم. اتفضل، نورت الدار. ما قلتيش الواد المسلم العطار بيعمل ايه هنا موسى؟ سيبك منه، ده واد مخبول. قال ايه؟ جاي يقول لي اسيب الدار واروح مطرح ما جيت، تتخبل في دماغه ده ولا ايه؟ اتفضل اتفضل يا سيب بيه، اتفضل. ده ايه الثقة دي؟ ليه حق زين العطار يطمن، قاعد عنده مكان زي ده وشباب مخلصين قوي زي كده، لازم يطمن. يا سيف بيه، بس احنا كنا مخلصين غصب عننا، ما كانش عندنا حلول تانية يعني. لا تحدث عن نفسك يا امير، انا كان عندي حلولي ونفذتها خلاص. صدق المكان ده كان لازم يتحافظ عليه يا موسى؟ لا مؤاخذة يا سيف بيه، سامعك كده بتتكلم وكأن الدار دارك. هو انت نسيت اتفاقنا ولا ايه؟ اتفقنا؟ لا احنا زي ما اتفقنا طبعا. انت مقيم في الدار هنا معزز مكرم، ورجالتك بتحمي الطريق الشرقي. لا انا مش قاعد هنا، الدار دي داري زي ما اتفقنا، ولا في حاجه استجدت؟ جرى يا موسى، هو انت برضه مش شغال مع سيف بيه ولا ايه؟ شغال لكن الدار دي موضوع مين تاني؟ اتكلم كويس. انت بتكلم سيف العزازي، مش سيف العزازي اللي حاجه تتاخد منه غصب عنه او بالصوت العالي. انت قاعد هنا عشان انا عايزك تقعد هنا بمزاجي بس. ما قلناش حاجه يا سيف بيه، كل حاجه بمزاجك
ماشي، بس الدار دي داري، وده موضوع منتهي، ولا ايه؟ انت عندك ضيوف هنا ولا ايه؟ لا، دول مش ضيوف، دول اصحاب مكان، اصحاب بيت. اصحاب بيت؟ بيت مرة واحدة؟ يا سلام. يا مرحب يا مرحب يا مرحب يا سيف بيه. الدار نورت. ده سميح، الشخص المناسب للي انت عايزه. اصطلع على النبي، وانتوا كنتوا فين يا غاجر لما البهايم اتسرقت؟ فين؟ كنا نايمين يا جناب العمدة. يا حلو انت نايمين حراسه ونايمين، نامت عليكم حيطه ما تقوموا يا بعد قدر يا كريم. ايه في ايه؟ ايه اليوم الغريب ده؟ في غغا بقى. قومني كتك مصيبه زي جلتكم. ايه رايح فين؟ رايح فين؟ امشي ورا، امشي ورا، انا العمده، انا العمده. في ايه؟ عايزين ايه؟ يا لهوي، عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ ايه في ايه؟ انا مش في ايه؟ اتوزع عليهم لحمه يا اختي، مفكرين ان الدوار هو اللي بيفرجها. لا صحيح، بالهنا والشفا، بس بالهر يا رب. يا اختي قلبي كله لله، لله حسبي الله، لله يا حبايبي. نجا العطارين؟ نجا العطارين. وايه اللي يخلي العمده تسيبني كده عادي اروح النجع وابقى مسؤول عن مخازن السلاح؟ انت مش هتعدي على دوار ولا هتاخد الاذن من حد. انت هتروح على مخازن السلاح على طول. من النهارده مخازن السلاح في النجع هتبقى تحت مسؤوليتك انت. انا عارفك من ايام ما كنت اشتغل مع هاشم بيه الله يرحمه، ايام ما كنت لسه بتتكلم صعيدي. ماشي، لكن المره دي انا ليا طلب عندك. مش فاهم، حاجه قدام حاجه يعني ولا ايه؟ العفو يا سيف بيه، مش القصد، لكن انا كبرت على البهدله والمرمطه. انا عايز ارتاح. وايه اللي يريحك يا سميح بيه؟ مكان اعيش فيه، رجاله تحت ايدي، ابقى انا وهم في خدمتك، ومفيش ريس اوامره تمشي عليا غيرك. بالصلاة على سيدك النبي محمد، طلبك عندي يا سميح. انت المسؤول عن مخازن السلاح في النجع، وارض النجع دي هتبقى ارضك. تبني بيت، تتجوز، اللي انت عايزه. المهم يا خفيف تبقى تحت سيطرتنا، ما تخرجش عن طوعي. هتشوف معايا الخير والسعادة، وهعوضك عن كل اللي فات. وانا في خدمتك يا سيف بيه. غرفة العمليات لازم تكون مجهزة بكل وسائل الاتصال مع باقي الأجهزة والنقاط الأمنية، ولازم يبقى في خط ساخن وعرض لكل الكاميرات اللي موجودة في المنطقة. غرفة العمليات دي هتكون على اتصال مباشر بيا أنا شخصيا، ده طبعا بالتنسيق مع سيادة اللواء. النقيب سامح هو المسؤول عن تجهيز غرفة العمليات خلال 48 ساعة. وانت يا سامح من اللحظة دي انت ورجالتك تحت قيادة طارق بيه. تحت أمر سعادتك يا فندم. يا فندم أنا عايز كمان قائمة بكل أسماء العناصر الإرهابية اللي اتصفت خلال الشهرين اللي فاتوا، أماكن تصفيتهم وأي حاجة كانت معاهم. موجودة، احنا عندنا قاعدة بيانات جامعين فيها كل المعلومات دي. عظيم. سيادة النقيب، أول ما غرفة العمليات تجهز يا ريت يتبعت لي تقرير يومي عن أي تحركات غريبة في المنطقة، سواء في الطرق أو في الصحراء. تمام يا فندم. أي أوامر تانية؟ شكرا، شكرا سيادة النقيب.
ربنا يوفقك. اتفضل انت يا سامح عشان تلحق تجهز نفسك. تمام يا فندم. واتفضلوا يا سيادة انت كمان. يا طارق، أنا كنت عايز أتكلم معاك في موضوع. تحت أمر سيادتك. بخصوص إيه؟ بخصوص يوسف. ازيك يا سليم؟ ازيك يا جيهان؟ أكيد سبب قوي جدا اللي خلاك تشرفني النهارده بالزيارة بنفسك. أظن مفيش أقوى من إني أشوفك بتتصرفي تصرفات غلط وبتقعي. مش فاهماك يا سليم. شوف يا جيهان، لو انتي مش قادرة تواجهي المشاكل لوحدك، انتي عارفة كويس قوي ان انا ايدي ممدودة ومفيش مشكلة ملهاش حل. مع اني مش فاهماك ولا فاهمة ايه المشاكل اللي انت شايفنا فيها، بس انا مبسوطة انك جيت واني شفتك. متشكر. بس هو انتي مش فاهمة بجد ولا بتقولي كده وخلاص؟ لانه في الحالتين تبقى مصيبة.